سبته في الفريزر حوالي ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم اطلعه على طول عشان خاطر ايه ما يلحقش يجمد، لان انا لو جمد مش هعرف اقطعه. هو لسه على فكرة لسه سخن يعني بقاله ساعة في الفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كنت سبته هينشف اكتر من كده ومكانش هيتقطع، كان هيتكسر. تمام. الصابون ده امن جدا لانه اتطبخ خلاص واتبخر منه كل الصودا اللي موجوده فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله قطعه كبيره ازاي، لسه طبعا عايز يستوي ينشف. اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا رب تكونوا بالف خير، وحشتوني جدا جدا جدا. ده يا جماعه وصفه طبعا كلنا عارفينها وبنعملها باستمرار لتلميع الاستانلس، لتلميع الالومنيا، البوتاجاز، الشفاط، اي حاجه عندك عايزه تلمع بتلمعها. ده قشر الليمون او قشر السفندي او قشر البرتقال او نص ليمونه باظت انت كنت ناسيها باظت، ليمونه كامل برضو باظ رحتي يعني ناسياه باظ. كل ده بنجمعه في الفريزر. تمام. انا كنت مجمعه شويه، رحت حطاهم على النار مغطيهم بس يا دوبك بس ميه، يعني مغطيه القشر الليمون والليمون ميه، وسبته يغلي لحد ما الليمونه نفسها بقت طريه قوي، وضربته في الخلاط وايه وصفيته. حلو كده حلو كده، والخلطه لحد كده تمام وفل الفل. احنا بقى عايزين نزود النظافه بتاعتها ونخلوها من احسن ما يكون. بصوا هنا عشان الكميه مش كتير، فانا حطيت معلقه صغيره ملح ليمون ومعلقه صغيره كربوناتو، يبقى معلقه صغيره ملح ليمون ومعلقه صغيره كربوناتو على الكميه دي، طبعا على حسب الكميه اللي انت ايه بتعمليها. الكميه دي طبعا مش هينفع تتساب بره عشان ما تبص كده، لا احنا هنعمله ايه، هنقلب طبعا المكونات دي كويس قوي عشان كله يمتزج في بعض. وعايزه اقول لك هتاخدي احلى معجون يعني فوق الوصف، تدعكي بيه بقى كل حاجه. الشيف ساره عبد السلام كانت لسه عامله الوصفه دي، طبعا احنا كنا عاملين الوصفات دي قبل كده كتير، بس هي طبعا عشان انتوا عارفين بقى لما بتكون معروفه قوي فالوصفه بالنسبه لها بتبقى ايه بتضرب بومب يعني من الاخر. فاحنا خلاص كده تمام. انا لحد دلوقتي الوصفه دي تمام 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 كده حلو. اللي جاي بقى هو اللي هيبقى احلى. خلاص احنا هنركن دي كده على جنب. بصوا قبل ما ابدا في اي حاجه انا عايزه اقول لكم ان انا قلبته كويس جدا 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 لحد ما كله اندمج في بعض. بصوا عشان ما يبقاش فيه حته او حبه جم كده او حبه جم كده، لا كده انا قلبته في قلب بعض كويس قوي. تمام. الخطوه الجايه ان شاء الله بقى هنعمل ايه. هنا معايا بصي يعني ما يعتبرش شويه ميه قد ايه، زي ربع كوبايه، مش حاطه كتير. احنا هنعمله ايه بقى، صابون بلدي بالوصفه السحريه ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا صودا قشور. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين او هيدروكسيد الصوديوم، معلقتين هرميين مليانين. الافضل طبعا ان حد يصور معاكي او يساعدك عشان تبقى ايه الدنيا اسهل. اهو انتوا شايفين كده. هقلبهم كويس جدا، هقفل واقلبهم. بس انا حبيت اقول لكم قبل ما اقفل نفسك ما يكونش قريب خالص نهائي، تكوني مثلا تحت شباك او في شفاط او اي في تهويه جنبك عشان خاطر الابخره الوحشه او المضره اللي بتطلع من الصودا. تمام. فتقلبيه كويس جدا لحد ما يدوب واخلص وارجع لكم. اهو زي ما انتوا شايفين ده تماما. هشيل المعلقه بس الاول. اهو ده تماما خالص. طبعا هو لسه في زي لون ابيض كده عشان هو لسه طبعا سخن، فلما يبرد بقى خالص هيبان ان هو شفاف. انا هسيبه يبرد تماما ونشوفه اللي بعد كده ايه. يعني هركنه على جنب كده اهو. فكده هنا معايا بسم الله الرحمن الرحيم كوبايه زيت مستعمل. دي كوبايه زيت مستعمل، الكوبايه بتاعت الشاي اللي هي العاديه اللي احنا بنشربه فيها الشاي. حلو. طبعا احنا عايزين بصي احنا هندلع الصابونه دي فوق الوصف. انا لما جيت قلت لكم الصودا عايزين نقلبوها في شويه ميه صغيرين خالص، ده عشان ايه، عشان السوائل اللي هنحطوها في قلب الصابون ما يبقاش كتير، فاهمين؟ فعشان كده كل السوائل انا بحب اقللها قوي. وادي كده خلاص بالنسبه لنقطه الميه بتاعت الصودا. هنا بقى عشان الريحه وكده، لو انت مثلا يعني انا الزيت ده قاليه فيه بصل بتاع الكشري وكده، فطبعا ريحته بصل، فانا عشان يضيع معايا الريحه دي ايه اللي هنحطه دلوقتي،
ده سبرتو الاحمر اللي احنا بايه بنولع بيه السبرتيه. تمام، هي معلقه واحده بس. ما عندكيش، عندك كحول ابيض تمام، ما عندكيش معلقتين كلور ابيض او معلقتين كلور الوان اللي هو كلوروكس الالوان. انا دلوقتي حطيت معلقه كحول ومعلقه كلوروكس الوان. برضو احنا بنحاول بقدر الامكان نقلل السوائل. تمام، ده طبعا هيخلي ريحته يغير ويخليه ريحته احسن من اللي هو ايه ان انت تعمليه كده. وعلى فكره هو بعد الاستخدام يعني انا بصي انا شايفه الصابونه دي هيبقى فيها حاجات تخلي الريحه كلها تروح لحد كده. تمام، طبعا كل ما تحطي حاجه تقلبيها. طبعا حطينا الكحول والكلور الالوان. تمام، انا عايزه بس يعني ايه مش عارفه، حاسه انه مش باين او في نغمشه في التصوير. عايزه اقول لكم بقى كريمي، يعني لما حطيت المكونين دول بقى كريمي، ولسه لما نضيفوا بقيه المكونات. بص انا كده لحد دلوقتي يعني انا مستنيه الصودا تبرد. الله، انا قلبته كويس اهو. هنا بقى معايا معلقه نشا، هي معلقه بالظبط الحبه اللي في الكيس بالظبط. تمام، هنحطوها بقى. النشا بقى فوائده ايه هنا؟ هتعمل صلابه للصابونه وفي نفس الوقت هتحافظ على ايدينا واحنا بنستخدمها لو انت هتستخدميها في غسيل يدوي يعني وانت بتغسلي بايدك. تمام، وهتصلب الصابونه كويس قوي بسرعه. طبعا انت كل مكون هتضيفيه لازم تقلبيه كويس عشان خاطر ما يبقاش فيه حاجه ايه يعني ما تدخلتش في قلب التانية، لازم يبقى كله ايه في قلب بعض. انا بقفل معاكم واقلب الحاجه كلها كويس عشان تندمج. هنا معايا بقى ايه معلقه سكر صغيره ومعلقه صغيره ملح طعام. ماشي، برضو هنقلب كويس. هتقولوا الملح ليه والسكر ليه؟ السكر عشان يزود الرغوه والملح عشان يزيد من صلابه الصابونه، مع ان المكونات كلها اللي احنا حاطينها هنزود صلابه الصابونه بس الملح معقم في نفس الوقت. تمام، فكل اللي هضيفه يتقلب كويس عشان خاطر يبقى زي ما قلنا، وهفضل اقول واعيد لازم الحاجه المستحضرات التجميل اللي هي الصابون اللي هو الشاور والبلسم والحاجات دي كلها لازم تتقلب كويس، والمنظفات لازم تتقلب كويس. التقليب عامل مهم جدا جدا جدا. تقلب كويس جدا جدا. هنا بقى يا جماعه دور الخلطه الجباره العظيمه دي، هناخده منها معلقه صغيره. تمام، ثواني اهي معلقه صغيره. طبعا هي عشان مش هتنزل كلها عشان تقيله، هناخده مع واحده كمان لان ما بتنزلش كلها وهتدينا ريحه حلوه قوي قوي. انا عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي قوي، ريحه الليمون حلوه قوي فيها. انا عشان كده قلت لكم احنا طبعا ضاربين كنت عشان اضربها كويس جدا في الخلاط فزودت شويه ميه، فانا عشان كده قللت الميه قوي قوي في الصودا. تمام، خلاص كده. هنا بقى معايا كوبايه مسحوق بودر، اي نوع مسحوق انت بتستخدميه بس اللي هو العادي، اوكسي تايد برسيل اريال اي حاجه. تمام، كل الاضافات دي احنا بنعزز الصابونه وبتزود الرغوه معانا وتدينا ريحه حلوه مع الصابونه. طبعا احنا مش عايزين نضيفوا اي سوائل تاني، لو في صابون سايل يبقى معلقه واحده كفايه عشان خاطر السوائل ما تزيدش في الصابون. في اضافه كمان انا هضيفها، شايفين دي صابونه اللي هي الدوش دي ب3 جنيه. انا مش هاخدها كلها اهي، انا هاخد بس يا دوبك ربعها كده، القطعه الاولانيه بس زي ما انتوا شايفين كده. هاخد يا دوبك الحبه دول هحطهم هنا برضو عشان يعززوا معايا ايه الرغوه ويزودوا في الريحه، يخلوا ريحتها حلوه وقويه. بصوا انا قلبت المكونات قبل ما احط الصودا برضو كويس جدا. انت عايزه تضربي بصوا ثواني، ادي الصودا بردت خالص اهو زي ما انتوا شايفين. انت عايزه تحطيه في الخلاط تمام، عندك هاند بلندر اوكي، عايزه تقلبيه بالمضرب اليدوي دوت تمام. انا قلبته بالمضرب اليدوي شويه بس انا عشان يندمج مع بعض هحطه في الخلاط، بس قبل ما احطه في الخلاط طبعا لازم نحط الصودا اهو ونقلبه شويه برضو. هتقولي لي خلاط ازاي؟ هقولك مفيش اي مشكله فيه، انت كده كده الخلاط هتغسليه او هو خايفه مثلا من الريحه خايفه من اي حاجه هتحطي شويه ميه سخنين بشويه خل وتسيبيهم في قلبي. انا فكره انا عملت كتير كده، بس انا الخلاط ده عشان زي ما انا قلت لكم قبل كده
بايظ عندي فبستخدمه الصابون. تمام. انا هاخد كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل في الخلاط. بص هو قرب يتصبن، بس انا عايزاه كله يبقى قطعه واحده، ما يبقاش فيه يعني ولا حبيبات ولا اي حاجه خالص. الخلاط بيخليه ناعم قوي قوي وسلس وجميل. هوريكم النتيجه بتاعته في الاخر. بصوا انا جيت اصبه في القوالب، حسيت ان هو فيه سوائل كتير، فحطيته في حله وعلى النار، قلت اطبخه. الطبخ ده هيخليه السوائل بتاعته تتبخر منه زياده، وفي نفس الوقت يبقى الاستخدام بتاعه بعد يومين ولا حاجه يكون الصودا كمان هنا استوت واتبخرت، مش هيبقى ليها اي اثر. انا سايباها على نار هاديه خالص، وكل شويه رايحه جايه اقلب فيها، فاهمين؟ عشان خاطر تستوي وتبقى ايه، صابونه اللي هي عن طريق الطريقه السخنه يعني. فانا دلوقتي كده هخليها على النار لحد ما الميه بتاعتها تتبخر تماما وهصبها. سبته في الفريزر حوالي ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم اطلعه على طول عشان خاطر ايه، ما يلحقش يجمد، لان انا لو جمد مش هعرف اقطعه. هو لسه على فكره لسه سخن يعني، بقاله ساعه في الفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كنت سبته هينشف اكتر من كده ومكانش هيتقطع، كان هيتكسر. تمام. الصابون ده امن جدا لانه اتطبخ خلاص واتبخر منه كل الصودا اللي موجوده فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله قطعه كبيره ازاي، لسه طبعا عايز ينشف.